بالطريقه دي هيطردوا، او على الاقل لاعب منهم هيطرد، والنادي الاهلي هيلعب ناقص لاعب، يبقى انت خسرت فرقتك وفرقتك خسرتك. زائد كمان ان انت خسرت فلوس. طبعا النادي الاهلي فيه لوائح وقوانين بتطبق على اللي ياخد الكارت الاصفر والكارت الاحمر. تاني حاجه انك مش هتلعب ماتشين كمان، بيتخصم برضو من نسبه مشاركتك. طب انت الخسران، انت الخسران في الاول وفي الاخر. ليه يا حبيبي؟ يا حبيبي اهدى على نفسك شويه. الكوره خلاص ضربه جزاء، مسك الكوره واقف عند ضربه الجزاء، تعمل ايه؟ ما تسيب الكوره، انت مالكش فيها وانت اللي هتشوطها. انت مالكش فيها وانت استفزيت، اللاعب استفزك، اخدت انذار، كان ممكن تاخد الثاني. وكل حكام مصر مستني لك غلطه، خلي بالك يا كابتن حسين، خد نصيحه من اخوك كبير، كل حكام مصر مستنيين لك غلطه. طب ضيف على كده كمان ان النادي الاهلي بيروح يلعب في افريقيا، وطبعا الحكام الافارقه في القاره السمراء كلنا عارفينها بتنحاز لصاحب الارض، وجماهير ولاعيبه وجهاز فني وجهاز اداري بيستفز لعيبه الاهلي على طول الخط. طب انت على طريقتك دي يا ابني مش هينفع، مش هينفع، انت تخسر الفرقه كده وانت احسن لاعب في الاهلي. يعني انت بتمر باحسن مرحله ليك من يوم ما جيت النادي الاهلي، فارق جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره، انت ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم، مش كلام مش ليك لوحدك، والكل لعيبه النادي الاهلي. يا جماعه انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي، لو سمحتم اعملوا حساب كده، واعملوا حساب ان انتوا وراكوا جماهير بالملايين وعايز الفرقه تكسب. يا بيه كون ان انت اتطردت بره الفرقه يبقى خلاص الماتش بقى صعب على النادي، على الفرقه الماتش بقى صعب، 10 لاعيبه، وبعدين انت بتلعب جناح، يعني ينفع يطير بجناح واحد؟ مش ما ينفعش، هتبرجل الفرقه بمعنى اصح. وانت لعيب كبير يا كابتن حسين، لو سمحت يا كابتن حسين ركز في الملعب كوره بس، ركز في الملعب كوره بس، وده كمان هيفيدك في ادائك وهيديك اريحيه في ادائك، وهيبقى ذهنك صافي وعارف انت بتعمل ايه، وهتستلم تدي لمين وهتسلم لمين وامتى ترقص وامتى تشوط. وانما تكون انت دماغك مشغوله بمناوشات ولاعب استفزك ولاعب بيقول ولاعب بيعيد ولاعب، يبقى مفيش كوره كده، يبقى كده احنا خسرنا، الفرقه كلها خسرت، النادي اللي هو المفروض يبقى فوق الجميع خسر. فدي حبيت بس القي الضوء على الموضوع ده عشان يمكن يوصل لك، ويمكن كلامي يوصل لك وتاخد بيها وما تاخدش براحتك، بس دي وجهة نظري، وانا بتكلم بجد بمنتهى الامانه، خوفا على النادي الاهلي اولا، ثانيا خوفا عليك انت يا حسين يا شحات. انت لاعب مؤثر واحنا محتاجينك الفتره اللي جايه، مش عايزينك توقف ماتش واحد بس، ولا عايزينك تطلع من الملعب مطرود في يوم من الايام، لان انت لاعب مؤثر جدا مع الفرقه. بس فاحنا كنا بنقول ان